يا أخي أنتم ليش دائما تحاولون تطعنون بالشيعة؟ تجيبون عن اللطم عن هاي الأشياء، ما تجون عن أساس المذهب. أساس المذهب محمد وآل بيت، أما أساس مذهبكم عائشة وأبو بكر، وعندكم آلاف الروايات اللي تطعن بأساس مذهبكم. ليش ما تحاولون تدافعون عنها؟ فقط تحاولون بس تهاجمون أشياء ما لها أساس بالمذهب. شو اسمك؟ حسن. حياك الله يا حسن. يا أبو علي. حسن بغداد. يا أبو علي ركز معي. أولا ديننا يحب أهل البيت والصحابة ويتولاهم جميعا. دينكم يبغض أكثر أهل البيت وأكثر الصحابة. ارتد الناس بعد النبي إلا 4: سلمان، عمار، أبو ذر، مقداد. بل كل الصحابة إلا 4. إلا 4. لحظة خلني أكمل، أنا ما قاطعتك. اسمعني. ديننا قال الله وقال رسول الله. القرآن معنا وحجة عليكم، السنة معنا وحجة عليكم. دينكم مخترع. احنا موضوع كربلاء والطقوس هذه يعني الفروع من خزعبلات الدين اللي أنتم عليه. الشيعة عندهم شعائر الآن في يوم العاشر من محرم. الآن أنت ولا تذهب إلى كثير من هذه الشعائر بيني وبين الله لا تجد لها لا أصلا قرآنيا ولا أصلا ماذا؟ حديثيا بيني وبين الله، وإنما أصله ما هو؟ أصله تاريخي فقط. بس تطبيق ما كان بزمن الأئمة، جبتوه بزمن الصفويين من أرثوذكس القفقاز، يعني مسيحية القفقاز. كانوا يوم الصليب يطبرون، جابوا الصفويين عجبتهم الشغلة ودخلوها لكربلاء. سبحان الله صار الدين. انتوا المشكلة عندكم في لا إله إلا الله. رواية العامة: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان، وحج البيت من استطاع إليه. هذا عند العامة. أما عند رسول الله وأهل بيته لا، بني الإسلام على 5: على الصلاة والزكاة والحج والصيام والولاية لأمير المؤمنين. بعد: ولا تقبل الأربع السابقة إلا بالخامسة. في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام حطيته بعد أئمة بمرتبة أنبياء، بل أفضل من الأنبياء. الإمامة هي الولاية أعظم من النبوة. بني الإسلام على 5: صلاة، زكاة، حج، صيام، ولاية. ثم يقول المعصوم: الولاية أعظم، أنها ركن من أركان الإسلام، وأنها لا تقبل الطاعات إلا بها، لا تقبل الصلاة إلا بها. لم يعرض القرآن إذن من الأصول المعرفية الإمامة، أو ليست كذلك؟ ليست كذلك. إذا هي على حد التوحيد، على حد النبوة، على حد المعاد، أليس مئات الآيات وردت في هذه الأصول؟ أنت في إثبات توحيد الله تحتاج إلى الرواية؟ فاعلم أنه لا إله إلا هو. توحيد، نبوة، بلي، معاد، مئات الآيات. آية واحدة في الإمامة الخاصة الشيعية، والله مثل الصلاة ما بين شرائطها، هو يقبل الإمامة مثل شنو؟ ثم في النتيجة القرآن الكريم قال شنو؟ يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، فأصل الصلاة ثابتة شنو؟ قرآنيا. ثبت لي أصل الإمامة شنو؟ قرآنيا. أتحداكم علميا أن تثبتوا أصل الإمامة قرآنيا. وعندهم جميع خصائص الأنبياء. هناك مقام اختصه الله سبحانه وتعالى لأهل البيت، وهي الولاية التكوينية المطلقة. يعني لا يوجد مخلوق ليس هو تحت سيطرة أهل البيت عليهم السلام. الولاية التكوينية شنو؟ الولاية التكوينية مولانا يقول للشيء كن فيكون، لأن الإمام له هذه المنزلة، منزلة التشريع. احنا عندنا الإمام المعصوم عنده علم بما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. انتوا جايين دين جديد تقلبون دين محمد عليه الصلاة والسلام. سيأتي المهدي عليه السلام بقرآن جديد. بمجرد أن تتصور بأن رجلا ما يأتي إلى الناس بدين جديد، إلى المسلمين، إلى الشيعة، إلى السنة، بدين جديد كما ورد في الخبر عنهم عليهم السلام، يأتي المهدي بكتاب جديد ودين جديد وسنة جديدة، ويقول بأن هذا كتاب الله الذي لم يعهده الناس قبله، وأن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم يعهدها الناس حينها. عموما هذا مو موضوع اللي أنا جاي أتكلم فيه يا حسن. يا أبو علي تمام، بس أنت قلت دينك
قائم على دين جديد. تمام، ليش جايين بدين جديد؟ انتم تطعنون بالرسول، احنا طاعنين بالرسول، رواياتكم تطعن بالرسول. طيب ما يخالف، احنا اللي طاعنين بالرسول بعد، والله انتم طاعنين فيه وفي عرضه وفي عرضه وفي كتاب ربه. اسمعني، انتوا ايش خليتوا في الرسول؟ علمني شيء خليتوه فيه. نبوته حطيتوها امامه، جاي محمد عشان ينصب الائمه ويروح. هل انت حافظ لدينك الذي اكمله الله بعلي؟ مو هذه؟ وين سنته في كتبكم؟ محمد عليه الصلاه والسلام عرضه مطعون فيه عندكم، امهات المؤمنين مكفرات فوق الامور الاخرى، أصحاب كفار. ولما تستطيع أن تشكك في الصحابة. لماذا؟ لأن هؤلاء الصحابة حتى زمن أمير المؤمنين كانوا يجاهدون بأنفسهم ويذهبون إلى القتال. هذول منافقين. هؤلاء الذين فتحوا العراق وفلسطين والروم والفرس وكذا، وهذول ذهبوا للجهاد مو لأخذ المكاسب. هذول كلهم كانوا مرتدين ومنافقين. أي منطق هذا؟ على ماذا يذهب للجهاد في سبيل الله بعد؟ ولهذا أنت من تشكل على الصحابة يقول أنت تعلم قد تشكل على الدين، لأن كل الدين من رسول الله انتقل إلينا بواسطة من؟ بواسطة الصحابة. وإذا شككت في الصحابة فإذا الدين لا يوجد، حتى قرآنكم لا يوجد. لماذا؟ لأن قرآنكم مخفي عند الإمام الحجة. أنتوا إذا تستعملون يا قرآن الصحابة اللي تقولون كلهم شنو؟ كفار ومرتدين ومنافقين وفسق وفجر. دين ماكو بعد. انتم تعلمون ماذا تقولون. القرآن محرف. وإلا ماذا تفعلون ب1200 رواية في تحريف القرآن؟ بينك وبين الله احنا يا مطلب عندنا بعد ب1200 رواية، حتى الغدير ماكو ب1200 رواية. الذي لا يعتقد بتحريف القرآن ما هو من شيعة أهل البيت، لأنه يكذب الأئمة روايات بالمئات. جاي تكلمني عن النبي عليه الصلاة والسلام، على أي دين أنتم أصلا قبل لا تتكلم بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ الثاني جاوبني أنا موضوع اللي طارحه اليوم، الكذب على أهل السنة. تفضل يا أبو. شلون كذب؟ باهتوهم. طالع معي. روايات عندنا، وعندنا مسائل شرعية أيضا، يعني الفتوى التي أنقلها فتوى عن الأعلام. إذا رأيتم أهل البدع، فتوى شرعية أقراها عن علمائنا عن فقهائنا. أهل البدع يعني الذين يذكرون البدع وينشرون البدع بين الناس، هؤلاء لا بد من مقاومتهم. وفي بعض الأحكام الشرعية لا بد من مباهتهم، يعني أن نبهتهم. نبهت يعني شنو مولانا؟ يسألون السيد الخوئي سيدنا أن فلان يشيع قضايا فاسدة بين الشباب باسم الدين، يجوز لنا نكذب عليه ونقول للناس هذا يسوي فلان شيء وفلان شيء هو ما مسوي؟ نقول للناس هذا مسوي فلان شيء وفلان شيء هو ما مسوي. يعني شنو؟ يعني بهتان. نبهته يعني نكذب عليه. السيد الخوئي يقول باسمه تعالى نعم يجوز مباهتهم، أن نبهتهم ونكذب عليهم حتى الناس يبتعدون عنهم، ولو بأن ننشر عليهم أكاذيب حتى الناس يبتعدون عنهم. ايش رايك؟ تفضل ابو علي. تمام، وقال انتم اهل البدعه. اي تمام، وقال انتم اهل البدعه. اوكي صح، انتم اهل البدعه. ما يخالف، يجوز تكذب علينا تبهتنا.